يعني لم يطلب تأجيل المباراة. هو لو طلب تأجيل المباراة، وانا بقول للكابتن حماده لو كان طلب تأجيل المباراة يا دكتور كان هيوافق. هو كان فعلا كان الاولى والاحسن انه لم يطلب على مسؤوليته يا كابتن. كان هيبقى في مصلحه الاهلي قبل الذهاب ولعب مباراه الاتحاد وجابت سالب. ايوه تمام بالظبط. وهي كمان مرهقه منهكه، وهي كمان حاجه ممكن، وهي كمان يا دكتور بس طياره خاصه. راحوا في طياره خاصه 8 ساعات. حتى لو علامه استفهام. انت من اول القرى 8 ساعات. مش عارف عامل زي عندنا في مصر ايه؟ من اسكندريه لاسوان بالقطر. بس هو راح بطياره 8 ساعات. رايح 8 ساعات لجنوب طياره خاصه. معلش برضه، بس الاهلي ما كانش في يومه خالص. بس هي فعلا نقطه مهمه جدا. لو كان ماتش المقصه ما طلبوش اتاجل كان هيفرق كتير جدا معانا، حتى الناحيه النفسيه ان انا خسرت 5 مش هلعب اي مباراه غير ان انا اركز كويس قوي هاخد برد الاضرار وما ياخدش البطولتين. بالظبط كده. فيها يبقى نوع من انواع التركيز كمان. والله بجد يعني انا مش عارف الحسابات عامله بلاش طماطم خد بطاطس. يعني مصلحه الاهلي تهم الجميع محليا وقاريا. كان هيبقى نوع من انواع التركيز. الاهلي والزمالك برضه يا دكتور. لا الزمالك طبعا احترامي موقفه افضل بكتير. كان كله صفرين. طب خلينا نتكلم بقى عن الزمالك. ان شاء الله ربنا يوفق الاهلي قبل الانتقال الى الزمالك، ويوفق ايضا الزمالك باذن الله في لقاء العوده. الزمالك اقل يعني ظروفه اقل ضغطا، متعادل هناك سلبيا في المغرب. لقاء العوده هنا يعني كل المؤشرات بتقول ان الزمالك يستطيع الحسم هنا في استاد السويس. ان شاء الله اتوقع. طبعا انا اتمنى على ارض الواقع، انا انسان واقعي مش رومانسي، اتمنى ان الاهلي يعمل نتيجه رد اعتبار زي ما قلنا 2 أو 3. كمان انا عايز اقول ان اذا كان لازارت مسؤول فانا اعتقد ان اداره النادي الاهلي مسؤوله. خلاص هنشيل بقى موضوع النادي الاهلي عشان ما نعملش بقى عمليه جلد الذات، واحنا بنجيب الموضوع ده قوي. احنا لازم نبقى في ظهر اللعيبه زي ما انا في فترات كبيره جدا كنت في ظهر محمد صلاح في هبوط مستواه وعدم عودته للتهديف، لان ده مهم جدا. نادي الزمالك اعتقد مع حسنيه اغادير الزمالك اقوى بكتير، خبرات تراكميه في البطوله الافريقيه الكونفدراليه، بطوله مش زي دوري الابطال زي ما الناس بتقول، لكن هي في النهايه يعني مش عايز اقول نفس الجوائز، وبرده بطوله مهمه جدا. الاهلي اول فريق يفوز بيها لما كان المسمى القديم، طبعا بهدف عماد متعب المتعب وجلاد الحراس الحقيقه في اخر دقيقه لو تفتكر حضرتك كانت هنا في القاهره سير سبورت. طبعا كانت الكره هيد كانت جميله جدا وعماد متعب في بعد لحظه سنتين من المعاناه. اتمنى واقول واتوقع لو هقول توقعي ان الزمالك هيفوز، على الرغم ان حسنيه اغادير قال ان انا عندي ان النتيجه الغريبه بقى، النتيجه 0-0 نتيجه كويسه جدا، وانا هقدر ان انا افوز على الزمالك فين؟ في برج العرب او في العوده. خداعه 0-0 دول خداعه يعني مش الزمالك مش الزمالك، لا بس مش الزمالك، بس المنافس لو جاب جول على ارضك هو شيء يعني معلش، بس مش الزمالك برضو يعني ايه مش الزمالك، يعني فرجاني ساسي، عوده فرجاني ساسي اللي كان غايب، وفرجاني ساسي ده رمانه الميزان، احسن لاعب في مصر في الدوري المصري حاليا كاجنبي هو وعلي معلول. اعتقد ان هم افضل 2 دولنا هنا بمستوى عالي جدا مبهر. اعتقد ان الزمالك وانا بقول لحضرتك اهو قادر على الفوز والعبور من هذه المباراه باداء مشرف. انا اعتقد ان الزمالك ممكن يكسب 2 أو 3-0 كمان. تمام.